السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد جوج حليوات صغار ديال لاكريم ساهلين التحضير اقتصاديين. قبل ما نبداو نقول لكم سنه سعيده، الله يدخلنا بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. نبداو باول حاجه، هي الجينواز. سهله وهي بسيطه. كاس ديال اللوز مطحون بقشورو، كاس سنيده، نص كاس ديال النشا، كاس كبير ديال الفورص، 5 البيضات، خماره ديال الحلوى، واللي مبغاش يديرها ما يديرهاش، ماشي ضروريه. اول حاجه غناخدو البيض، غنفرقو الصفر على البيض. حاول ان يكون البيض ماشي في الثلاجه، يكون خارج الثلاجه. يعني هاد الزينوش كتجي غزاله. كنشدو الضراب الكهربائي او العجانه، كنطلعوه، نطلعو البيض حتى كيطلع يتضاعف الحجم ديالو، كيولي ابيض بحال الثلج. كنزيدو ليه كاس ديال السنيده. صافي دابا غنخليوه تيطلع. ها هو، شوفوا كيفاش كيولي اللون ديالو، كيولي ابيض بحال الكريمه. صافي دابا غادي نزكاو عليه من التراب. كنزيدو عليه الصفر ديال البيض، كنخلطو، نحاول اننا نخلطو من الفوق لتحت باش ما يهبطش لينا البيض ديال البيض اللي طلعنا. هذا غنبداو نزيدو في المكونات غير بشويه شويه. نديرو اللوز مسلقوه ما والو، غير اللوز عادي خضر. نزيدو عليه النشا، ونزيدو عليه الدقيق والخماره، اللي مبغاش يديرها ما يديرهاش. ونخلطو من التحت من الفوق، نخلطو مزيان تندمج الخليط كله مع البيض. يعني ساهله هاد الحلوى، دغيا كتوجد وما كتطلعش لينا غاليه، رخيصه، يعني كلشي تقريبا كاين في الدار. دابا غناخدو واحد اللاطه اللي غندخلوها الفران، ندهنوها بالزيت، ونخويها تكون مربعه ولا دائريه على حساب. انا غناخدها مربعه وغنقطعها دوائر على حساب القالب اللي عندي. ودغيا كطيب في الفران، نكونوا مسخنين الفران دابا، كطيب من التحت. عاده نحمروها غير شويه من الفوق. حاولوا اننا نسرحوها ونقادوها باش ما يجيناش جهه عاليه وجهه هابطه. صافي، وندخلوها للفران تطيب، بقاو معنا تطيب. ها هي بعد ما طابت كنخليوها تبرد، وغنمشيو نوجدو كريم شونتيي. انا غنقترح لكم كريم شونتيي غتصيبوه في الدار غير بالبياض البيض، جوج بيضات البياض ديالها، وكاس ديال العسل اللي يكون دافي سخون، ماشي سخون طيب، غير دافي. غنبداو نضربو في البيض، في بياض البيض، وحنا كنزيدو في العسل. كنبقاو نزيدو غير بشويه بشويه، ما نخفوش كامل في خطره واحده، غير شويه بشويه حتى كتطلع عندنا الكريمه، وكتجي بحال الكريمه اللي كنشريو كريم شونتي وكنطلعوها. كيجي المذاق زوين ورائع. غير كاس واحد كتخرج لنا كميه كثيره. ها هي طلعت، شوف كتجي قاصحه واقفه، يعني بلا ما تبقاو تشريوها، يعني دغيا كتوجدوها، ديروا بها الكيك، ديروا بها اي حاجه كتستعملوها، الكلاص. قطعت الدوائر اللي غادي نستعمل. بغيت ندير غير حلوى صغيره، غندير جوج صغار. غادي ندهنها بالسيرو. السيرو معروف، انا نديرو شويه الماء، كاس ديال الماء، كاس ديال السكر، كنخليوهم يطبخوا مزيان حتى كيغليو مزيان.
كيذوب السكر، وعاد نزيدو فيهم قشور ديال الليمونه او حامضه او فاني. صافي كنبداو دابا نعمرو فيه بالكريمه. اللي بغى يدير الملون يديرو، انا خليته غير ابيض هكاك طبيعي. نديرو الطبقه الثانيه حتى هي كندهنوها بالسيرو. شوفوا كيما كندهنوها كتشرب باش عرفوا الجينواز انها ناجحه. السيرو كيشرب. صافي كندهنوها حتى هي، كنقادو الواجهه. نحاولوا اننا نقادوها مزيان. صافي وغندخلوها الثلاجه حتى كتبرد. ودابا غادي ندوزو باش نوجدو باش نزينوها من الفوق. كناخدو واحد الكاس ديال الماء، 2 معالق ديال السكر، 2 قطع ديال جيلاتين، نشا، 2 عواشق كبار ديال الكاكاو، معلقه الزبده، 6 قطع ديال الشوكولاط اسود. كناخدو النواشف كاملين كنخلطو السنيده، كاكاو ومعلقه ديال النشا. كنخلطوهم كاملين باش من نخويو عليهم الماء ما يتكورش لينا. غنخلطوهم ملولين. في نفس الوقت غناخدو الجيلاتين غنديرو ليه الماء ونخليوه يرتاح باش يطلق لينا. غنزيدو الماء وغنخلطو مزيان باش ما يتكورش لينا. عاد نديرو فوق البوطه حتى تلقى لينا الكريمه. نحاولوا اننا نضربو مزيان حيت الا ما خلينا تكورات لينا غادي يجينا داكشي ما غيجيش زوين. دابا غنديروها فوق البوطه شي ما تكورت ما والو. هانتوما هي بدات تعقد. صافي غنزيدو عليها معلقه الشوكولاط اولا ومن بعدها غنزيدو يذوب الشوكولاط. غنزيدو عليها معلقه ديال الزبده. صافي وغادي نطفيو عليها البوطه. صافي هي الزبده دابت. هاهي طفينا البوطه. كناخدو دوك 2 قطع ديال الجيلاتين درناهم في الماء باش يطلقوا لينا. غنديرو في دابا غادي نحاولوا اننا نخلطوه مزيان حتى يذوب الجيلاتين. صافي ونخليو الكريمه حتى كتبرد شويه. ما نديروش سخونه حيت كريم شونتي غيذوب لينا. خليوها تتبرد. ها هي بعد ما برد شويه غنحاولوا اننا نخويو عليها من الفوق. صافي غنحاولوا اننا نقادوها. بقاو نخويو على الجناب حتى هما حتى تقاد لينا الحلوى. شوف كيجي لامع. مكونات سهله كتطلع حلوى لا كريم غزاله، مذاق رائع. صافي دابا نحاولوا اننا نقادوها ونخليوها حتى تبرد مزيان. عاد نكملوا ليها التزيين. هاي بعد ما بردات غنزينوها بفيرميسيل ديال الالوان. اللي ما الزين كيبقى اختياري، كل واحد يزين باش اللي عنده في الدار. لوز ايفيلي حمروه، الشوكولاط، اي حاجه موجوده، كاوكاو، لوز مهرمش. كيبقى التزيين على حسب المكونات اللي عندنا في الدار. صافي غنكتبوا فيها السميه ديال الوليد او البنيه او بوناني او سنه سعيده. اللي يبغي يكتب فيها شي حاجه ولا يخليها هكاك خاويه كيبقى الاختيار. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. غادي نقطعها معكم تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي رائعه وغزاله، مذاق رائع. جينواز كيجي رائع وزوين. كنتمنى انكم تجربوهم ما غتندموش عليها. وسهله ماشي شي حاجه صعيبه فيها.
ولا جاكم فيديو ما تساونيش من التعليق، ديروا لايك، شاركوا في القناة، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. مع عالم زينب، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.